السلام عليكم ورحمة الله. نظر مكتب مجلس نواب الشعب برئاسة إبراهيم بودربالة في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 من ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المقدم من قبل مجموعة من النواب، وقررت إحالته إلى لجنة التشريع العامة مع طلب استعجال النظر فيه. وتهدف التنقيحات المقترحة إلى سحب الاختصاص في النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية بشكل كامل وإحالته إلى القضاء العدلي. وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون أن هذه المبادرة التشريعية ترمي إلى ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على 3 نظم قضائية مختلفة تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين. وأوضح النواب أن مبادرتهم ترتكز على ما عاينوه من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، بما ينذر ببوادر أزمة محتملة وخطر داهم يهدد المسار الانتخابي وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظارته. كما علل أصحاب المبادرة إضفاء صبغة الاستعجال على تنقيحاتهم المقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء، بما لاحظوه من تصريحات اعتبروا أنها خرقت مبدأ التزام القضاء بالحيادة وتمسكهم بواجب التحفظ، لا سيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في العرض. ويهتم الفرع الثالث من قانون الانتخابات والاستفتاء بإجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات، وخصص لها فصلين 2 هما 46 والأربعون، ويخص التقاضي في النزاعات الانتخابية في طور أول، والفصل 47 ويخص التقاضي في النزاعات الانتخابية في طور ثان. قامت مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بقفصة بحملة أمنية أسفرت عن النتائج التالية: إيقاف 74 نفرا مفتش عنه لفائدة مصادر مختلفة، القبض على 12 نفرا من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة، وحجز كميات هامة من مخدر القنب الهندي وأقراص مخدرة، حجز وإتلاف حوالي 17,000 لتر من مادة القرابة المسكرة التي تسببت سابقا في عدد كبير من حالات التسمم، القبض على بائع خمر خلسة، وحجز كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، القبض على نفر من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، القبض على 3 أشخاص من أجل السرقة بالنطرة وسرقة الدراجات النارية وإرجاع المسروقات إلى المتضررين. أفادت الديوانة التونسية أن تشكيلة من فرقة الحرس الديواني التابعة لها تمكنت من حجز كميات هامة من السجائر والأجهزة الإلكترونية ومبالغ من العملة التونسية والملابس الجاهزة المهربة بقيمة جملية قدرت ب1,700,000 دينار، حيث تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني ببنجردان من حجز سيارة خفيفة غير مدرجة بالسلسلة التونسية إثر ملاحقتها، حيث تبين أنها محملة بكميات من الأجهزة الإلكترونية المهربة بقيمة جملية قدرت ب235,000 دينار. كما قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بتطاوين بمشاركة دورية تابعة لمصالح الجيش الوطني برمادة بضبط سيارتين رباعيتي الدفع لا تحمل أي وثائق ودون لوحات منجمية على متنها 5 أشخاص يحملون جنسية أجنبية، وذلك بعد ملاحقتهم. وبتفتيش السيارتين تبين أنهما محملتين بكميات هامة من السجائر أجنبية الصنع وكمية من مواد التجميل، وقدرت القيمة الجملية للمحجوز بما يناهز 485,000 دينار. ومن جهة أخرى قامت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقابس بالتنسيق مع فرقة الحرس الديواني بصخيرة بحجز كميات هامة من السجائر الإلكترونية وكماليات الهاتف الجوال المهربة، وذلك إثر ملاحقة لسيارة على مستوى الطريق السريع لم يمتثل سائقها لإشارة أعوان الديوان بالوقوف، وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب291,000 دينار. وتمكنت فرقة الحرس الديواني بصخيرة من حجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية
حيث تم تحرير محضر في الغرض، وقدرت قيمة المحجوز ب147 ألف دينار. كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بمدنينة وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 1 من ضبط شاحنة ثقيلة تحتوي على 21450 علبة من السجائر أجنبية المصدر مختلفة الأنواع مخفية بإحكام داخل مخبأ مهيئ للغرض، وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 208 ألف دينار. وحجزت فرقة الحرس الديواني بتونس كمية من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة جملية قدرت ب202 ألف دينار.